متابعين الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة نعمل أكلة حرشة من العيار التقيل. حلويات زيكم كده، زي الناس الحلوة الطعمة اللي عندي. اللي هتحط اللايك ان شاء الله. زي ما انتم شايفين، هي احنا عندنا بنقول عليها تقاطيع او حلويات. في القاهرة اعرف ان هي بيقول عليها سمين، فقولولي عندكم اسمها ايه. فهي كانت ما شاء الله علقة زي ما هي، قطعناها كده وطبعا اتغسلت واتنضفت كويس، وحطيت لها مية وورق لوري وحبهان، ولما غلت المية بدأت احط فيها. تمام كده، انا عايزاها تستوى عشان لما تتحمر، او هنشوف هنعملها ازاي دلوقتي. حاجة كده جبارة. هنعمل كمان بامية، هنعملها بالبامية. لو انت اول مره بقى تشوفوها بالباميه، لا جربوها تحفه. زي ما انتوا شايفين كده مقطعين بصله في الكبه، ودي ماما بقى ربنا يديها الصحه، دعوه حلوه لماما وبابا ربنا يديهم الصحه والعافيه ويخلي لكم كل الناس اللي بتحبوهم. عند ماما بقى بصوا بحب اللمه بقى ديت بتاكل، وبنجيب الاكلات اللي هي ايه الحرشه دي عارفينها. حطت كده ليا، طبعا ليا انتوا عارفين اللي متابعيني عارفين ان انا بحب اطبخ بالليا يعني، وانا طالعه طبعا لماما. فحطت ليا كده مع البصله وزيت. تمام، الماده الدهنيه دي بقى براحتكم، اعملوا الباميه بالطريقه اللي تريحكم، بس جربوها بالطريقه ديت حلوه قوي. لما البصله اتحمرت حطينا تومه مهروسه. تمام، وكانت خلاص الحلويات او التقطيع معانا استوت، وطبعا غسلناها كويس. واول ما البصله والثومه اتحمرت حطيناها كده على البصله والثومه، وبدات احمرها يعني تاخد تشويحه كده مع فلفل اسود. ومعايا بقى الباميه، طبعا احنا كنا مفرزينها. طلعوا الباميه من الفريزر على النار، طالما انتم مفرزينها وغسلينها كويس ما تسيبوهاش تفك عشان ما تسودش منكم. وحطيت صلصه جاهزه زي ما انتم شايفين. دي طريقتنا في البامية، يعني قولوا لي انتوا طريقتكم ايه في البامية. وحطيت مية كده عشان انا عايزاها بس تاخد غلوة، لو في شوربة يبقى تمام، لو ما فيش خلاص. طبعا ماما حطت شطة كده اللي هو الفلفل الشطة، بس مرضناش نقطعه عشان ما يبقاش حامي قوي. وعملنا عصير طماطم وحطيناها. تمام، وحطيت بقى فلفل اسود، وحطيت ملح وكزبرة وجوز الطيب ديت وشطة طبعا. تمام كده. وسبتها بقى لحد ما اتسبكت معايا زي ما انتوا شايفين، وظبطنا الملح والبهارات وكله تمام. حطينا ايه ليمون، عصير ليمون. وكانوا حبة بامية بجد عايزينكم يعني، بجد عايزين اللمة الحلوة كده وتاكلوا وناكل مع بعض ويبقى عيش وملح ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين بقى كده خلاص طفيت عليها وكانت تمام. ومعايا بقى بقية الحلويات او السمين او على حسب ما بتقولوا عليه. برضو حطيت لها مية وورق لوري وحبهان، وهسلقها برضو. انا عايزاها تستوي عشان دي للتحمير. تمام كده. وطبعا الاكله دي ما تخلاش من البتنجان بقى المخلل، هندحرجه كده في الزيت. بقول لكم هي اكله حرشه، وطبعا مع اللمه ربنا يديمها علينا. حاجه كده تحفه. عملته معاكم قبل كده بطريقتين، ارجعوا شوفوه. بس دي الطريقة السريعة اللي هو بنحمره كده في الزيت او ندحرجه زي ما بنقول يعني بالبلدي. ولما بيستوى معايا ببدأ افتحه. معايا هريسة الشطة عملتها معاكم قبل كده، وبنحشيها زي ما انتوا شايفين. تمام كده. وبصوا ما شاء الله كان ابيض كده وزي الفل زي قلوبكم الطيبه. متنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. وبشكر اي متابع ومتابع جديد، شرفتوني ونورتوني في قناه المتواضعه. زي ما انتوا شايفين هحشي بقى كل الكميه كده. تمام، وهعصر عليها ليمون وهيبقى جاهز معايا. ده اللي هو البتنجان المخلل السريع اللي هو بيتاكل في الوقت. عملته معاكم قبل كده اللي بيقعد مثلا بعد 3-4 ايام بتاكلوه، برضو عملناه مع بعض. وتعالوا بقى نحمر الحلويات زيكم كده، انتوا ناس حلوة وجميلة وايه. وكانت اكله بصوا انا بعشقها، بعشق التقطيع يعني. بنجيبها نعملها في البيت او بنجيبها جاهزه، تحفه من الاكلات الحلوه. في ناس ما بتحبهاش على فكره، فقولوا لي في الكومنتات. بصوا بقى الباميه خطيره يا جماعه، خطيره بالحلويات او السمين
تحفة. انتوا ممكن طبعا تعملوها باللحمة بقى براحتكم. كنا طبخين رز ابيض، اللي مش عايز عيش ياكل رز. الاكل بقى اذواق، بس انا بصراحة عامة انا اكلت عيش يعني. بحب كده كده البامية بالعيش، وطبعا حلويات. وبصوا كانت يعني الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ويوسع عليكم وعلينا اللهم امين. زي ما انتوا شايفين بدأت احمرها، هي مستوية عايزة تحمير بس، وحطيت ملح وفلفل اسود وسبع بهارات ورشة جوز الطيب. زي ما انتوا شايفين البهارات بقى اللي انتوا بتحبوها، بس هي ديت يعني ايه، دي البهارات الاساسية بتاعتها يعني. تمام كده. وقلبتها بقى تقلبتين، وشموا الريحة بقى، شموا الريحة بقى، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وبألف هنا عليكم وعلينا وعلى كل اللي اكل منها. هحمرها زي ما قلت لكم، هي اصلا مستويه، هي عايزه بس التحمير زي ما انتوا شايفين. وتعالوا بقى ايه، تفضلوا معانا صينيه الحبايب، ربنا يخليهم لينا يا رب ويديمها علينا اللهم امين، ويديهم الصحه والعافيه ويخليهم لينا اللهم امين يا رب. زي ما انتوا شايفين بقى ما شاء الله، كانت اكله محترمه، اكله كده جميله، كانت عايزاكم زي ما بقول لكم. وكنا كمان عاملين قمر الدين عصير كده بيفكرنا برمضان. رمضان قرب، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، واحنا كلنا في احسن حال. وده كان فيديو النهاردة، هستنى رأيكم واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.